السلام عليكم. في معظم المحاضرات بتسأل سؤال غريب شوية. السؤال ده ازاي ان احنا نعرف نوقف تفكيرنا؟ احنا بنفكر كتير قوي عايزين نوقف تفكيرنا. والحقيقة السؤال ده كان محتاج مني وقت كبير جدا في التفكير، وقعدت أسأل نفسي هو فعلا في واحد ممكن يقدر يوقف تفكيره؟ وخصوصا ان احنا لما بننام بيقعد يطلع احلام من المخ ده نتيجة التفكير، وحاجتين ما بنعرفش نتحكم فيهم اصلا، القلب والعقل. فلقيت ان مفيش طريقه الا بقى لو في ادويه، ودي الله اعلم بيها. الكيميكال ده مفيد مش مفيد، هيفرق معانا مش هيفرق معانا، صحي غير صحي، انا ما اعرفش عنه اي حاجه، دي الله اعلم بيها. بس كل اللي انا وصلت له آه، في طرق تساعدك في ان انت تعرف تغير طريقه تفكيرك. في طرق تساعدك في ان انت تختار افكارك اللي عايز تقعد مع نفسك تفكرها. بس ان في طريقه تبطل ده مفيش. لو انت بقى مهتم بحاجه زي كده علشان تشجعني تقدر تكتب في الكومنتات مهتم. ده هيساعدني كتير جدا ان انا اقدر اعمل فيديوهات عشان اعرف مين اللي مهتم بحاجه زي كده، فيساعدني ان انا اعمل فيديوهات كتير عن حاجه زي كده، وخصوصا ان انت تعرف تتخلص من كل التفكير اللي بنفكره. سلام.